صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده صحيت من النوم مقرره ان انا اعمل البشاميل بطريقه ماما لان بجد اكلها وحشني، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. حضرت معايا 4 بصلات متوسطين، ومعايا كمان كيلو من اللحمه، انا مش هستخدمه كله بس هعصجه كله، ومعايا لترين من الحليب الجاموسي. انا طبعا كنت غاليه من قبلها بليله، وكمان طبعا طلع القشطه بتاعته ما شاء الله. بصوا القشطه عامله ازاي على الوش. وطبعا انا هستخدمه هو بارد كده او ساقع يعني. هبتدي في البدايه كده ان انا افرم البصل يكون ناعم علشان نبتدي ان احنا نعصر اللحمه بتاعتنا. وطبعا لو انت هتعملي نص كيلو لحمه فانت محتاجه بصلتين بس مش اكتر. وعلى البوتاجاز كنت حاطه ميه عشان بقى نبتدي ان احنا نسلق المكرونه. هنا جبت طاسه كده وبدات ان انا انزل بشويه زيت، وحطيت عليها البصل المفروم. هنشوح البصل شويه حاجه بسيطه كده، وبعد كده هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا. هبتدي بعد كده ان انا اقلبهم مع بعض. مش هحط الملح دلوقتي خالص علشان لما بنحط الملح في البدايه اللحمه بتكلكع معانا. هقلب كويس قوي، وبعد كده هنا كانت الميه غلت، حطيت لها شويه زيت وشويه ملح، وبعد كده حطيت المكرونه الاقلام اللي احنا بنستخدمها في البشاميل، واسيبها من 7-8 دقايق كده تستوي. وهنا كنت بقلب اللحمه، هبتدي ان انا احطها بقى التوابل بتاعتها، الفلفل الاسود وبهارات اللحمه وكمان شويه بابريكا. اخر حاجه خالص هنحط بقى شويه الملح، واقلب بقى كويس قوي. وفي بقى اضافه اختياريه هنا ان احنا نحط يا اما بشره طماطم، يعني طماطم من غير القشر بتاعها، وممكن نحط بقى شويه عصير طماطم. انا ما كانش عندي بصراحه فريش، فكان عندي في الفريزر شويه عصير طماطم كده حطيتهم. وممكن كمان نحط معلقتين من صلصه طماطم، بس انا لحد الان يا جماعه ما وقعش في ايدي نوع صلصه كويس، ما عجبنيش اي نوع صلصه. فلو عندكم اقتراحات لنوع صلصه حلو قولي برضو في الكومنتات. هنا المكرونه كانت استوت، بحب ان انا اشطفها شطفه كده علشان ما تلزقش في بعضها. وهنا كنت بعمل بقى البشاميل. الصينيه اللي انا هعملها هي كبيره شويه، فانا هحتاج اعمل لترين من الحليب. فهنحتاج هنا 8 معالق من السمنه، عليهم 8 معالق من الدقيق، انا استخدمت المعالق بتاعه الاكل. وهنبتدي ان احنا نحمر الدقيق كويس جدا جدا جدا، تقليب مستمر. وبعد كده هبتدي انزل بالحليب شويه بشويه. حاولت ان انا اتاخر القشطه شويه، مش حابه ان انا احطها في البدايه، هحطها في الاخر خالص بعد ما البشاميل يتعمل ويتقل معايا. بالنسبه للحليب انا بحطه تدريجي علشان ما يكلكعش مني. انا طبعا مسرعه الفيديو، بس الموضوع اخد يعني مثلا 10 دقايق على النار. يعني بالتقليب المستمر كده بتاخدي القوام اللي انت عايزاه. وبعد كده تحطي القشطه، رشه فلفل اسود، وكمان معلقه ملح لكل لتر بشاميل. هيبتدي معاكي هو يتقل ويبقى بالمنظر والقوام اللي انت شايفاه ده جميل جدا جدا. اهم حاجه اللبن يكون ساقع. كل لتر لبن ليه 4 معالق دقيق و4 معالق ماده دهنيه سواء بقى سمنه او زبده براحتك. ما تحطيش اللبن مره واحده علشان ميكلكعش معاكي، وحطيه بالتدريج. وخلي في الاخر خالص حطي معلقتين القشطه او الجبنه حسب ما انت عايزه. انا بصراحه ما حبيتش ان انا احط جبنه لاني كنت عايزه بشاميل امهاتي اللي هو بتاع زمان ده، اللي هو ما كانش بيتحط فيه جبنه اصلا. جبت بقى الصينيه. هنا الصينيه دي مقاس 30 وارتفاعها ما شاء الله عالي. اخدت بقى شويه كده من البشاميل وبدات ان انا اوزعهم كده في الصينيه من تحت زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى هنا ان انا احط نص كميه المكرونه. والصينيه دي اخدت معايا كيسين من المكرونه اللي هي 400 جرام، يعني انا مستخدمه 800 جرام من المكرونه. هنا حطيت بقى اللحمه المفرومه بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت معصجه كيلو من اللحمه، بس انا اللي اخدته منها حوالي اقل من 3 ارباعها بشويه. بعد ما وزعت اللحمه كويس حطيت كمان شويه من البشاميل، وبعد كده هنا حطيت المكرونه الباقيه. قلت ايه، يلا يا بت حط لهم شويه لحمه كمان كده علشان يحسوا ان المكرونه كلها لحمه. وكده كده احنا بنتغدى منها يوم، وبعد كده تاني يوم اللي بيبقى منها بيكفي الولاد. وبعد كده هنا بقى بدأت ان انا احط البشاميل كله زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله البشاميل والمكرونه وكل حاجه كانت بالظبط على قد الصينيه زي ما انتم شايفين. يعني ظبطت معلمين يا جماعه، ولا هحط جبنه ولا هحط اي حاجه على الوش، هي البشاميل بتاع ماما بالظبط. سبتها كده تتشمع على ما الفرن سخن كويس قوي. انا بدخلها الفرن وما بفتحش الشوايه نهائي، لان اصلا الفرن ما شاء الله بيوزع كويس، فمش بحتاج افتح شوايه. لكن لو فرنك مش هيحمرها من فوق افتحي الشوايه برضو شويه في الاخر زي ما تحبي. انا هنا طلعتها بقى من الفرن ما شاء الله لونها زي بتاعت ماما بالظبط بقى. وولادي بيحبوا الحتت اللي بتبقى لونها بني دي او غامقه شويه، بتبقى تحفه قوي. ومش قادره اقول لكم كانوا ورا الكاميرا عاملين ايه فيا، كل ما اغرف طبق عشان اوريه لكم ياخدوه من ايدي. المهم ده شكل المكرونه بتاعتي ما شاء الله يا جماعه، جوسي جدا وحلوه قوي، طريه، البشاميل اللي فيها سايح ونايح كده زي ما بيقولوا. حاجه كده عظمه بجد والله، هجربوها هتعجبكم قوي. مش محتاجه اي تكلفه زياده ولا جبن ولا اي حاجه من الحاجات دي علشان تعملي مكرونه حلوه. وطبعا ده شكلها لما بتبقى متماسكه كده وبارده بتبقى القطعه بقطعتها، بس طبعا وهي سخنه بتبقى جميله جدا. انا بحبها بصراحه وهي سخنه كده وطريه، وتبقى متفككه من بعضها مش مشكله، المهم ان انا بحبها
وهي سخنه. جربوها هتعجبكم قوي. كنت معاكم زينب زياد.